التحكيم المصري والزمالك قصة عشق قذرة يجب إيقافها لأنها زادت عن الحد وعودة الاحتواء من جديد. ده مش بس في القدم، ده حتى في السلة. التحكيم المصري الأسوأ والأقذر على مدار التاريخ ما حصلش ولا هيحصل. ومجلس إدارة النادي الأهلي أرجوك تدخل. ما ينفعش تبقى أنت مجلس إدارة أكبر نادي في أفريقيا وفي الشرق الأوسط ومش قادرين ناخد حقنا، وبنشوف التحكيم بيعمل كده في المسابقات إن كان على مستوى الكورة أو إن كان على مستوى حتى الصالات. وأخيرا الإعلام بيكشف كذبه وبيكشف تدليسه وبيكشف فبركته للأخبار بقيادة مهيب عبد الهادي. حلقة جديدة من المشجع هنتكلم فيها عن فضائح الكرة المصرية، عن قذارة التحكيم المصري. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل متابعة على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير عشان توصلنا للغير وتقول لهم دي حقيقتكم وحقيقة تاريخكم. الزمالك اللي بيقول ان هو بيكسب بالعرق، لكن زي ما قلت لك قبل كده بيكسب بعرق الحكام. عرق الحكام واحتواء الحكام عشان ده يتسجل في التاريخ، لان انت عارف ان هم مدلسين ومزورين للتاريخ. وهيجوا في دوري زي دوري مثلا 2021 او دوري 2021 اللي هم خدوه بالتحكيم ايام موسيماني، ويجي مثلا في لقطه في كوره ما ويقول لك اصل بص الاهلي استفاد. هيعملوا نفس القذاره ونفس التدليس. فلازم تاخد الحلقه دي وتحطها في عينيه عشان يبقى عارف كويس قوي حقيقته وحقيقه فوزه بالتحكيم وبعرق الحكام. النهارده زي ما شفنا امبارح طبعا في السله، تحكيم مصري يعني لا في أسوأ ولا في ضمير ولا في أقذر من كده. مش ممكن كور بتبقى اوت على الاتحاد بنفاجئ بان هي بتبقى فاولات او تكنيك فاول على الاهلي في شكل غريب وعجيب في 4-5 كور. ولكن تعال اقول لك ان ماتش الصالات بالذات او ماتش السله، الاهلي قبل ما يفوز على الجزيره ويصعد الاتحاد، كل الناس بعد ماتش الجزيره الناس كلها كانت بتاكد وتقدر تقول متابعين الصالات اللي بشكل كبير ومشجعين الصالات اللي بشكل قوي كلهم كانوا بياكدوا على نقطه مهمه قوي، على ان التحكيم المصري ما ينفعش في ماتش الاتحاد، وان الاهلي رغم فوزه على الجزيره في مشكله في التحكيم المصري، وان الاهلي فاز على الجزيره وعلى التحكيم. اذا كان في نقطه واضحه وصريحه بتقول ان التحكيم هو التحكيم سيء، تحكيم موجه، تحكيم بلا ضمير. ومع ذلك مجلس اداره النادي الاهلي وقف بيربع وبيتفرج زيه زي اي حد. ما هو الجمهور يا جماعه مش هو اللي هيتصرف، ما هو مش الجمهور هو اللي مطلوب منه. الجمهور قال لك اهو تحكيم اهو، قذاره اهي، توجه اهو، وانت فضلت واقف. انت ما خدتش موقف، انت ما طلبتش حكام اجانب. لما ترجع للتاريخ في ماتشات الاهلي والاتحاد في السله بتحكيم مصري كلها في اتجاه واحد. هتيجي تقول لي طب هل مثلا لما بيجي حكام اجانب الاهلي ما بيخسرش؟ بيخسر في وجود في بعض المرات من وجود الاجانب الاهلي بيخسر، ولكن مش هتلاقي ده. هتلاقي خسر ملعب، خسر باسكت، خسر لعب، لكن ما خسرش تحكيم. لكن احنا بنخسر بالتحكيم في فجر وعهر بين واضح وصريح. وزي ما يكون كده التحكيم بيطلع لسانه للجميع على كل المستويات. ده اللي عندنا واللي عندكم اعملوه. التحكيم طالع بيقول كده، التحكيم بيقول لك كده. احنا بعنا ضميرنا. احنا عندنا من القوة ومن الباور ان احنا نظلمك وان احنا نبقى مفيش عدل وفي ظلم وبايعين ضميرنا. ورينا هتعمل ايه، ورينا هتعمل ايه. ليه؟ لان مجلس ادارة النادي الاهلي من سنين واحنا بنقول عندنا كارثة تحكيمية، كارثة تحكيمية، وانت واقف بتتفرج. ده بمناسبة ماتش السلة عشان بس قصة التحكيم اللي بقت يعني مريبة زيادة عن اللزوم بشكل مبالغ فيه، ومجلس إدارة النادي الأهلي واقف مربع إيده وواقف بيتفرج. طيب ده بالنسبة لماتش السلة. ونيجي بقى بعد ماتش السلة نروح للقدم. الزمالك بيلاعب البنك الأهلي، وإذ فجأة نلاقي إن حكم اللقاء هو محمد عادل. ومحمد عادل ده حكم احتواء. يعني إيه حكم احتواء؟ يعني ده حكم طلع أعلن وصرح بصوته في لقائه مع كابتن شوبير في اعتراف واضح وصريح منه انه في ماتش 5-3 مع النادي الاهلي ان هو قرر احتواء لعيبه نادي الزمالك.
طب ليه يا عم محمد قررت تحتوي، او يعني ايه تحتوي؟ قال لك يعني انا شفت بعد الجول الثالث للنادي الاهلي ان لعيبه الزمالك ارتبكت، لعيبه الزمالك توترت، فبلغت الحكام في الاير بيس اللي معانا انه يا جماعه يعني لازم نحتوي بقى، ده حان وقت الاحتواء، لازم نحتوي لعيبه الزمالك لان هي خايفه من النتيجه الكبيره. التصريح كان كده. فتخيل ان محمد عادل ده اللي بيصرح بده في اي دوله في العالم محترمه، تعرف يعني ايه عدل، تعرف يعني ايه نزاهه تحكيميه، مستحيل تلاقي محمد عادل ده كان يبقى بيحكم تاني، او في الملعب، او في المستطيل الاخضر، او حتى في استوديو تحليلي، او حتى في يوم من الايام تشوفه بشورت وتيشيرت. هيتمنع من لبس الشورت والتيشيرت ودخول اي ملعب من ملاعب كره القدم في اي حته في العالم، الا في مصر تلاقيه عادي جدا عادي جدا بيحكم للزمالك تاني. فطبيعي زي ما بيقولوا كده، او زي ما بيقول المثل، من امن العقاب اساء الادب. ما خلاص بقى، ما هو امن، ما هو مفيش عقاب. ايه اللي هيحصل؟ انا احتويت وطلعت اعلنت ان انا احتويت، ومع ذلك انا بعد كده حكمت ماتشات اهلي الزمالك، انا بعد كده متواجد في ماتشات للزمالك عادي جدا عادي جدا. يبقى اغلط تاني، يبقى احتوي تاني، يمكن اتكافئ تاني. فبنشوف حكم من اول الماتش بيقرر ان هو يلجم الكوره. يعني ايه؟ يعني الكوره على البنك الاهلي او الكوره مع البنك الاهلي، اعمل صفر واحسب فاول. يعني لو الكوره مع البنك الاهلي واتقطعت منه عادي، طب لو الكوره مع الزمالك واتقطعت احسب فاول للزمالك، فيفضل الاستحواذ مع الزمالك، فتفضل الكوره مع الزمالك. دي كانت البدايه، بيلجم الماتش. طيب لصالح الزمالك. بعد كده ضربة جزاء غريبة عجيبة مريبة لسامسون اكينولا، وطبعا قانون المصري يقول لك ايه؟ اصله لمسه. احنا عندنا في ضربة الجزاء في مصر بتتحسب للزمالك باللمس. يعني لو اللعيب تيشيرته لمس لعيب تيشيرت الزمالك ضربة جزاء، تلمسوش جوه ال 18، ما تلمسش لعيب الزمالك، اوعى تلمسه، اتفرج عليه، تسيبه يلمك، تسيبه يشوط، تسيبه يجيب جول، يا اما هحسب عليك ضربة جزاء. لكن تيشيرتك يلمس تيشيرته ضربة جزاء، ماشي. اتحسبت ضربة الجزاء كالعادة، زيزو بلانتي دخل كالعادة اللي كل تاريخه من ضربات الجزاء كالعادة، مفيش مشاكل. وضربات الجزاء الحرام بعرق الحكام كالعادة، مفيش مشاكل. طب هل الموضوع والاحتواء خلص لحد كده؟ لا. يبدأ الشوط الثاني، البنك الاهلي ممكن يرجع فيقرر ان في كورة من وجهة نظره، او من وجهة نظر محمد عادل حكم الاحتواء اللي معترف بده، اللي بيحكم عادي لسه في مصر، ان الكوره تبقى سيميليشن او تمثيل على اسامه فيصل، بالرغم ان في احتكاك بقى مش تلامس ما بين عبد الله وما بين اسامه، وانا بقول لك اهو، والكوره مش ضربه جزاء. يعني الكوره مش ضربه جزاء، لكن الاحتكاك اللي حاصل ان اسامه فيصل يقع، يقع عادي، يقع عادي، ماشي. فلما وقع فوجئنا بان هو بيديله الانذار الثاني وكارت احمر في الدقيقه كام؟ 55، عشان اخلص الماتش بقى. يعني يا زمالك ما تتعبش، ما تقلقوش يا رجاله، انتوا جبتوا جون وانا اخترعت لكم ضربه جزاء من وحي خيالي، والفار امن عليها بقياده محمود البنا، عمل نفسه. طبعا احنا الفار عندنا في مصر دايما ما بيبقاش فاضي، الفار بيبقى فاصل الفار عشان عنده كتل وبيشرب كوبايتين شاي، وانتوا عارفين اليومين دول الجو بالليل طبعا الجو بيبقى حلو كده، فكوبايتين الشاي بالنعناع الفار بيبقى بيشربهم، ومحدش حاسس بحاجه، ومحمد عادل يحسب ضربات جزاء كده كده الزمالك. وما تقلقش الاستوديوهات التحليليه هتطلع تطبل لنا وتقول اصله لمسه، اصله هوشه، اصل التيشيرت خبص في التيشيرت، اصله بص له بصه ما عجبتوش فاللعيب وقع في الارض من البصه، وعيب لما تبص لابوك بصه زي دي فاللعيب راح واقع فنحسب له ضربه جزاء. عادي جدا، هتعدي، والكل هيطلع يطبل، والكل في حمايه دلوعه الكره المصريه الزمالك، عادي جدا، مفيش مشاكل. فقال لك اطردوا بقى، خلص الماتش. يعني يا رجاله انا مش عارف احسب لكم برضه واحده ثانيه، ريحتنا بقت وحشه، ضمايرنا اللي احنا بعناها بقت باينه قوي، منظرنا قدام الناس يعني هو ما بيفرقش معانا احنا كده كده، بس يعني عشان ما تبقاش فج مش والله ما هي فج قوي برضه، يعني عشان ايه؟ كفايه ضربه جزاء. انا بقى هعمل لكم الاشيك، انا هديك كارت احمر، فعشان انت لما تجيب الثاني والثالث حاول تجيبهم من غير ضربات جزاء، ادهم بقى والملعب خفيف كده وانا مفضيهولك. في عز ما مثلا في اكتر من كوره، او في كورتين اتحسبوا او الحكم ما حسبهمش ضربات جزاء للزمالك عشان شايف ان هم تمثيل وما طلعش كارت اصفر. نفس محمد عادل ده
في ماتش الاحتواء بتاع 5-3 لما حسب ضربة جزاء للاهلي اللي المفروض كان يطرد فيها المسلوسي بالانذار الثاني نتيجه تدخله في عمرو السوليه واحتساب ضربه الجزاء. طارق حامد راح له وشتمه وقال له عايز يا كابتن، هو انت عايزها تخلص كام يعني؟ ما تقول لنا، هو انت عايز تمشيها للاهلي ما تقول. ولا يجرؤ انه كان يطلع له كارت اصفر، مش طرده، ما طلعلوش حتى كارت اصفر، ده محمد عادل. ولما نرجع للتحكيم المصري ونشوف الكره اللي اتحسبت ضربه جزاء للزمالك على سامسون اكيلولا، ان اول ما محمد عبد الغني لمسه حط ايده لمس التيشيرت، لمس التيشيرت بس راح واقع نازل على ركبته، فالحكم راح مدي ضربه جزاء. ضربه جزاء كرتونيه مضحكه، يعني فيها كل موبقات الكوره وكل موبقات التحكيم الاعمى اللي بايع ضميره ولا فارق معاه، هو بيخش ينام مرتاح عادي جدا. التحكيم ده في ماتش بروكسي السنه اللي فاتت في الكاس، حسام عبد المجيد لعب مع مهاجم بروكسي كوره تقدر تقول زي DDT اندرتيكر كده، سحبه سحبه الاندرتيكر وراح واخد واحده ايه سلاش وراح رميه عادي، عدت مرور الكرام، محدش اتكلم، ما فيهاش حاجه، مشي. فحتى معيار التحكيم بدون مبدأ بدون معيار، ولكن هو معيار ثابت وواحد، كلنا في خدمة الزمالك، كلنا نبيع ضمائرنا في صالح الزمالك الدلوعة. ليه؟ لأن هو مش معقولة هيتوقف قيده، ومش معقولة هيبقى 0 بطولات، ومش معقولة هيبقى 0 في الصالات، وكمان 0 في القدم، ومش معقولة انه في الدوري نطلعه سادس او سابع او نخليه ينافس على الهبوط. ما هو الزمالك هينافس على الهبوط لولا تحكيمه، والحمد لله قلتها من اول الموسم وانا بقول لك الزمالك الموسم ده بدون تحكيم هينافس على الهبوط، منتصف جدول او هبوط. فعشان كده كان لازم حكامه تلحقوا، فقرروا ان هم يخلوه في المربع الذهبي بالتحكيم المصري. وارجع للمباريات اللي فاز فيها الزمالك بالتحكيم هذا الموسم وكم ضربات الجزاء الوهميه، فالموضوع مبالغ فيه. وهنا بقى رساله لمجلس اداره النادي الاهلي، اوعى سيناريو دوري موسيماني اللي ضاع لسوء ادائك تاني بالتحكيم. لو تفتكر بقى وكرة ايمن اشرف والبنك الاهلي والاجوان اللي ما اتحسبتش وروح البروتوكول وروح الفار والاحتواء وكل ده حصل، والسيناريو كان مرسوم وكان بيحصل، وخسروك اكتر من 13 نقطة وراح اكتر من 14 نقطة للزمالك، والحلقات موجودة بالحالات تقدر ترجع لها في الدوري ده، عشان خاطر التحكيم قرر يودي الدوري للزمالك عشان الزمالك محتاج بطولة زي ما عملوا في كاس مصر قبل كده. جبنا حكم مصري عشان المستشار كان عايز حكم مصري وعايز بطولة، فالناس دي اعلنت والحكام اعلنت انهم بيحتووا وانهم الاقذر وانهم ما عندهمش اي مشكلة في ان هم يطلع يقول لك احنا بنخدم الزمالك وبنحتويه، وانت قاعد مربع ايدك وبتتفرج. السيناريو بيتكرر تاني وانت قاعد بتتفرج. التحكيم المصري لا يصلح للتحكيم. التحكيم المصري اخره يقعد يتفرج من التلفزيون على المباريات، وصدقني حتى دي هو لا يصلح ليها، والله لا يصلح ليها. الناس دي لا تصلح لاي حاجه على مستوى الرياضه، لان الناس دي لا عندها ضمير ولا عندها موهبه ولا عندها فنيات ولا حتى ناويه يبقى عندها. الناس دي بايعه القضيه، اخدم الزمالك. ليه؟ عشان ابقى في يوم من الايام رئيس لجنه حكام. واسال محمد فاروق. مين محمد فاروق؟ الحكم اللي تم تعيينه في ماتش سموحه لما المستشار طلب حكم مصري عشان الزمالك محتاج بطوله. اسال ابراهيم نور الدين اللي اتحيل وباس الايادي عشان يبقى حكم ماتش اهلي وزمالك، ولما حكم الزمالك كسب 2-1 بكره فاول على سيف الجزيري. ارجع للناس دي وشوف الناس دي هتبقى فين، وشوف محمد فاروق بقى نائب رئيس لجنه الحكام الاجنبي ليه، عشان تعرف ان اللي بيخدم الزمالك هو اللي بيوصل. اسال عصام عبد الفتاح اللي كان ساعتها بيدافع عن الاحتواء وروح البروتوكول واخترع قانون من خياله. ارجو من مجلس اداره النادي الاهلي التحرك لمنع هذه المهزله والفساد اللي ريحته فاحت.
اخر حاجه هكلمكم فيها الاعلام. طلع مهيب في خبر انت تشوفه كوميدي والناس كلها بتتريق وبتضحك عليه، خبر ان ليفربول المدير الفني الجديد بتاعه هيبقى فابريزو رومينيو، وده من اشهر واقوى الصحفيين الايطاليين اللي دايما اخباره بتكون في الجول، يعني صحيحه. مصادر الراجل يطلع يقول الخبر، انتقالات، تعيينات مديرين، بتكون في الجول. فمهيب عبد الهادي طلع اعلن ان الراجل ده هيبقى المدير الفني لليفربول. في خبر الناس كلها حولته لشكل كوميدي والصحف العالميه اتكلمت عليه بشكل كوميدي، حتى الراجل نفسه الصحفي فابريزيو طلع اتكلم عليه بشكل كوميدي وعمل. ولكن هنا الموضوع مش كوميدي، هنا الموضوع يأكد لك ان مهيب واعوانه من الاعلام المدلس والمغير للحقيقه بيعملوا الاتي: يطلعوا يفبركوا اخبار ويضربوا اخبار عن الاهلي ولاعيبته لانهم عارفين ان محدش هيراجع وراهم، زي ما عمل في خبر فابريزيو ده. لكن حظه بقى الاسود ان العالم كله فضحه والناس كلها واخده الموضوع بضحك، لكن ده مش ضحك، ده بيوريك ان الناس دي قد ايه ممكن تدلس وتغير الحقيقه وتكذب وتفبرك عشان هي متاكده ان محدش هيطلع يكذبها. فتلاقي اخبار عن الشناوي واخبار عن كهربا واخبار عن امام واخبار عن كولر واخبار كلها فبركه، كذب، اصطناع، تدليس. ارجو من مجلس اداره النادي الاهلي ان الناس اللي زي دي والنوعيه اللي زي دي لازم يطلع بيان يقول فيها ان الموقف الفلاني اللي قال فيها الاعلامي الفلاني باسمه انه كذاب ومدلس ومستحيل يقدر يثبت اللي طلع قاله لانه خبر غير صحيح. ايوه كده، اطلع افضحهم بالاسم، اطلع قول الموقف بالاسم، امنع لعيبتك من الظهور معاهم، امنع لعيبتك من التحدث بشكل اعلامي ليهم، امنع اخبارك الرسميه عنهم عشان يرجعوا لحجمهم الطبيعي ويعرفوا ان تدليسهم وكذبهم للاسف بيجري وراء بعض من الجماهير اللي بتبقى عايزه تحفل او عايزه تزيط او عايزه ترضي غرورها وفشل فريقها او فشل الفرقه اللي بتشجعها، لانها فرقه فاشله، فرقه لا يمكن تكون فرقه موجوده في الدوري المصري او في المربع الذهبي الا بعرق الحكام واحتواء الحكام. بيفرحوا بالاخبار دي ويجروا يزيطوا بيها، فلازم يكون هناك وقفه، لان الاخبار دي بتيجي في توقيتات صعبه زي قبل ماتش مازيمبي، زي قبل نهائي افريقيا. الناس دي لازم تتفضح ولازم تتعرى للجمهور، لان الناس دي لا تصلح اعلاميا ولا تصلح حتى صحفيا، لازم يتفضحوا. ده طبعا اللي لازم مجلس اداره النادي الاهلي ياخد فيه موقف، عشان زي ما عمل الترجي طلع بيان بيقول لي فيه الاعلام المصري بقى بطل قرف وكذب ومش عايز حد يتكلم عن اي اخبار عني لان احنا مش هيطلع مننا اي تصريحات. قال ده للاعلام الخارجي وللاعلام الداخلي في تونس، ولكن كان كلامه موضح للاعلام المصري الرخيص اللي للاسف بيستخدم الاخبار المفبركه عشان يبقى ترند. فاتمنى من مجلس اداره النادي الاهلي ياخد موقف بالذات قبل نهائي افريقيا، لان الترجي مركز، الترجي واخد الموضوع بجد، الموضوع صعب جدا، وانت عندك اعلام بيفبرك اخبار من اجل ضرب الاستقرار في فريقك، عشان صدقني من مصلحتهم مش ان الاهلي يكسب افريقيا، لان الاهلي لو كسب افريقيا ما ده الطبيعي، ما ايه الجديد. لكن الخبر والوساخه والتدليس مش هتكون موجوده غير لما الاهلي يخسر افريقيا، عشان نطلع نذبح ونمسك السكينه ونقطع في اللعيبه ونقطع في الجهاز ويبقى عندنا ماده دسمه نتكلم فيها. هو ده. هتقول لي طب ما الزمالك الناحيه الثانيه عنده وعنده وعنده، مش هتشوف الاعلام بيتكلم لا عن وقف القيد لا عن فشل صفقات. الزمالك اللي جايب اكتر من 15 صفقه ما بيلعبش بينهم غير 3، ما بيستفادش بينهم غير من 3 او من 2 كمان، الباقي كله ارمي. ده اللي احنا قلناه، صفقات عبيله واديله، عبي بالكيلو. الاعلام يتكلم عن ده؟ لا. الاعلام يتكلم عن الفشل في الصالات بالرغم من صرف اكتر من مليارات؟ لا. الاعلام يتكلم عن وقف القيد؟ لا. الاعلام يتكلم عن فشل ذريع ومستوى متدني من المدير الفني ومن اللعيبه في افريقيا، وان لولا ان الكونفدراليه بطوله ضعيفه مع فرق لا ترتقي لمستوى مراكز الشباب ومع ذلك بيعاني في الوصول؟ لا. هيطلع يكلمك ده في انجاز تاريخي، الزمالك قدر من غانا يوصل للنهائي. فالاعلام الرخيص الموجه المدلس لازم يكون فيه وقفه وضرب من حديد عليه، الا ما تلومش غير نفسك وانت واقف مربع وبتتفرج على المهازل التحكيميه والاعلاميه، وانت دورك كمجلس اداره النادي الاهلي للاسف ما بتعملوش. ما تلومش ساعتها غير نفسك. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، وما تنسوش تعملوا متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب واللايك والكومنت والشير وتوصلونا للغير عشان نعرفهم حقيقتهم وتسيبونا للتاريخ، عشان لما يجوا في سنه من سنين زي 2024 ويدلسوا يقول لك الزمالك مظلوم او بيكسب بالعرق، قول له بيكسب بعرق الحكام
واحتوائهم في شكل علني وفج وصريح. سلام.